عرض الرو النهاردة حلو أوي جدا، فتعال نشوف ايه اللي حصل في عرض الرو النهاردة. Welcome to Monday Night Rally. بدأ العرض معانا بماتش خفيف كده وحلو بين شيموس وبرونسون ريد. وطبعا الماتش كان حلو، ولكن شيموس خلصها في الآخر في وقت قليل وحلو كده وكسب على برونسون ريد. وفي الآخر جه برونسون ريد يتهجم على شيموس، قام رايح بيتن طلع له ضربة، فشيموس بيسلم عليه سابه ومشي. وبعد كده بيتن غدر بشيموس وهجمه من ظهره وبس كده. بعد كده برونسون ريد نط عليه تسونامي، وانتهى الفقرة ده أو الماتش ده ببرونسون ريد. بعد كده فقرة دامين بريست وجونتر، وكانت فقرة حلوة جدا واللي بيتكلموا فيها عن ماتشهم في سمر سلام. والماتش طبعا هيكون جامد جدا، وجونتر فضل يشد شوية مع دامين بريست، ودامين بريست يشد معاه في شوية، وفي الآخر مسكوا في بعض الاتنين، ولكن سابوا بعض وخلص الفقرة دي على كده. بعد كده جه ماتش بين دامين بريست وبرون سترومان، وكان الماتش حلو طبعا. سيطر في الأول برون سترومان شوية، وبعد كده دامين بريست استغل رجله وفضل يستغلها طول الماتش، وفي الآخر فنشه بريست وعدى عليه 3 وكسب دامين بريست برون سترومان، رفع اللقب طبعا في الرو. وبعد كده هجم عليه جونتر وشدوا مع بعض شوية، وبس كده انتهت الفقرة دي على كده. بعد كده ماتش الضحك كله بين جي أوسو ودومينيك ميستيريو، وطبعا جي أوسو هو اللي خلص عليه بواحدة سبير وواحدة سبلاش، وفي الآخر ثبت جي أوسو وعض عليه 3 وكسب جي في ماتش سهل ليه جدا. بعد كده فقرة الندب كله من درو ماكنتاير وآدم بيرس، وكان ماكنتاير بيكلم الحكام وبيقول لهم على اللي حصل معاه في ريسلمانيا من سي ام بانك وفي كلاش ات ذا كاسل وفي الماني ان ذا بانك. واتكلم مع بيرس ان هو عاوز سي ام بانك في سمر سلام، وطبعا الحوار شد بينه هو وآدم بيرس، واتدخل بيرسي في الحوار وقرر إن هو يوقف ماكنتاير ويتكلم معاه وكده. وفي اللحظة دي دقت موسيقى سيس فريكن رولينز، طلع رولينز وضرب ماكنتاير سوبر كيك وجاي يعمله ستومب، لكن ماكنتاير يعني خلع من الضربة، والأمن جم وفكوهم عن بعض. وفي الآخر ماكنتاير ساب العرض كله المكان ومشى من العرض. بعد كده الفقرة اللي كلها أهمية بين تشاد جيبل والعم هودي أو بودرس. بعد كده الدنيا ضلمت وظهر بوابة كده أو فتحة مضيئة بيطلع منها أفراد الفريق علشان ينقذوا بودرس أو العم هودي. بس طبعا تشاد جيبل وكريت براذر هربوا طبعا علشان ما يتأذوش بسببهم. ودي اللقطة الأخيرة للفقرة دي، وبكده في عداوة ممكن تحصل بينهم في سمر سلام هنتكلم عنها بعدين. الحدث الرئيسي مباراة بين سامي زين واللي يضربونه على اللقب. طبعا كانت مباراة حلوة جدا وعنيفة بين الاتنين، وكنت واثق إن في حاجة هتحصل في الآخر كلنا عارفينها وكلنا واثقين منها. وطبعا في الآخر اتدخل برون بريكر وبوظ الماتش لأن مينفعش سامي زين يخسر ولا اللي يضربونه يخسر، لأن إيليا بيتبني وسامي يعني مش ممكن يخسر في عرض رو. وطبعا سامي حاول يقاوم مع بروم بريكر، ولكن بروم بريكر حط عليه، وطبعا في الآخر اداله سبير. وبكده بروم بريكر خلص على دراجونوف وخلص على سامي زين ونهى العرض.